عندما يبذر البذور يضعها في الأرض ويسقيها ويترك إنباتها لله تعالى. ومن هنا أتت كلمة الفلاح من الفلاح. لذلك عندما نسعى لا نسعى ونسعى ونسعى ثم لا نصل. الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. لذلك الشيطان بيهول لك الأمور وبيقول لك إنك رح ترجع من نقطة صفر في حال لا سمح الله وقعت، أو في حال ما وصلت للي بدك إياه. ولكن بالحقيقة إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والإنسان مجبول على النقص، وتمام هذا الكون النقص أصلا. فكل ما منوصل لمرحلة بنقول فيها أنا ما عاد أوقع بهالمعصية، أنا عديت، أنا تجاوزت، أنا ما عاد أرجع لنقطة صفر، ثاني يوم أو بعد مباشرة بنرجع لنقطة صفر، لأننا في مرحلة امتحان دائم. والإنسان أتت كلمة إنسان من النسيان، أي الذي ربما ينسى عهده مع الله، وربما يحن لمعصيته القديمة، وربما يقع في المعصية ويتوب من جديد. لذلك الله تعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتواب أتت كلمة التواب مثل ما بنقول الغسالي. الغسالي شو بتعمل؟ بتدور في حالة غسل دائم، والتائب في حالة توبة دائمة. معنى ذلك أن التائب يقع في المعصية ويتوب إلى الله. فالرحلة بتبدأ من الصفر، تبدأ من اللحظة اللي منوقع فيها ربما بأخطاء ومعاصي، ولكن في بقلبنا جمرة عم تشتعل، جمرة الإيمان، جمرة العودة إلى الله. الله تعالى ذكر أقواما في سورة الكهف فقال فيهم واتبع هواه وكان أمره فرطا. في بعض لحظات الضعف تستجرنا المعصية ونتبعها ونتعثر، ومن ثم نتوب ونستغفر ونعود إلى الله. وإذا أردت أن ترى الله فرحا تب إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تعالى يفرح بتوبة العبد. الناس يتصيدون لك الخطأ كي يقولون هذا الخطأ، والله تعالى ينتظر منا التوبة كي يقول فينا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فعندما تعود إلى الله مرة من المرات وتعاهده ألا تعود إلى الذنب، ومن ثم ترتكب خطأ معين وتعود إلى ذنبك، تستصعب التوبة وكأنك فعلت فعلا قبيحا جدا أخرجك عن الدين. ولكن الحقيقة أن الإنسان خطاء، وأننا مستعبدون على هذا الخطأ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فعندما تتوب إلى الله في كل مرة تخطئ فيها وتذنب فيها مع الله، تنتقل من الفئة التي قال الله تعالى فيهم واتبع هواه وكان أمره فرطا إلى الفئة التي قال الله تعالى فيهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واحد من أصعب أنواع الجهاد تترك